اخوان السلام عليكم. القناه ديالكم جديده وكنتمنى اي واحد منكم دعمنا، كنقول ليه الله يرحم الوالدين ودعم هذا المحتوى، الله يجازيكم بخير. نبداو الموضوع ديالنا. المعسكر ديال المنتخب الوطني المغربي من يوم الجمعه ان شاء الله، اليوم بالضبط 22 ماي الى يوم الثلاثاء 26 ماي في هذا الشهر الجاري. والمدرب محمد وهبي استدعى قائمه فيها 28 لاعب لهذا المعسكر القصير. ونهار الثلاثاء ان شاء الله 26 ماي هو اخر يوم خاص يقدم فيه اللائحه النهائيه للفيفا. ومن هذه القائمه الناخب الوطني غيشوف شكون اللاعب الجاهز بدنيا، لان هناك كاينه قائمه اخرى خلاص راه اتخذ فيها القرار ديالو مسبقا، منهم ياسين بونو، عز الدين اناحي، اشرف حكيمي، مزراوي، زلزولي، وسي ابراهيم دياز، ممكن حتى سفيان امرابط، ومدى جاهزية نايف أقرد نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. واللائحة المدعوة هي فيها أربعة الحراس: المهدي الحرار، منير الكجوي، ياسين بن شوش، يانس بن شوش، وإبراهيم غوميز. منهم حارسين من منتخب أقل من 20 سنة اللي فاز بكأس العالم السابقة في الشيلي: أيت بودلال، اسماعيل باعوف، اسماعيل الصباري، وأسامة تيرغالين اللي كيرجع ديما الكرة للخلف، عمران لوزة، سمير المرابط، أنس صلاح الدين، مروان سعدان، ياسين جسيم، محمد الشيبي، سفيان بوفال الفنان، ريان بونيدا، ياسر الزابيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة مهاجم الماس المغرب الفاسي، يانس بقراوي، أيوب الكعبي، توفيق بن الطيب، أيوب ميموني، سفيان الفوزي، سفيان البوفتيني لاعب الوصل الإماراتي، يوسف بن العمري لاعب الأهلي المصري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. هذه هي القائمة المؤقتة في انتظار القائمة النهائية يوم 26 في هذا الشهر إن شاء الله بحول الله. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، ونتمنى أنكم تدعموا هذا المحتوى والقناة. والسلام عليكم والله يجازيكم بخير.